ما استطعت على قد ما نقدر نتحمل. خلي بالك، انا عارفه ان دلوقتي ما فيش حد طايق حاجه، لا الواحده طايق عيال ولا راجل طايق مراته ولا طايق عيال ولا طايق نفسه، والزوجه نفس النظام، محدش طايق حد. ويؤسفني ان انا نقول الغالبيه كل واحد عايز يسهر لكرامته. الزوجه عايزه تسهر لكرامتها، ازاي ابن فلان ده يعمل فيها كده؟ والزوج عايز يسالك ازاي ما تسمعش كلام، حتى ولو هي يعني هي حاطه في دماغها ان هي مؤهل عالي وانا دبلوم متوسط، يعني تتنطط عليا ايه؟ ده خلاص انا بما اني جبلت ابو دبلوم ده اهو، وانا حتى ولو دكتوره يبقى خلاص بما اني جبلته يبقى في البيت يبقى هو سيدي وتاج راسي، لان انا اللي جبلت. الموضوع ما انفرضش عليا، ده انا جبلت ان الراجل ده يبقى جوز، يبقى سيدي وتاج راسي، يبقى مطلوب مني نسمع كلامه، مطلوب مني ما نتعالاش عليه، مطلوب منه طلبات واوامر فيما يرضي الله، لان لا طاعه الا في معروف. خلي بالك يا غالي، احنا بننسى حاجه مهمه جدا، بننسى ان البيت فيه اولاد. تقول لك يروح في 60 داهيه هو واهله، ما تودوا الواد لابوه، ودوا البت لامها، ودوا البت لستها اما ابوها تربيه، وانا نعيش حياتي. خلي بالكم يا حبايبي، الحرب اللي علينا اوعوا تكونوا فاكرين ان هي حرب سلاح وبس نبقى بنضحك على بعض. ده حرب الهدف منها تدمير العرب والمسلمين في كل شيء. اذا اردت ان تهدم حضاره، رقم واحد تهدم الاسره. خلي بالكم، اذا اردت ان الجماعه العلماء قالوا اذا اردت ان تهدم حضاره في اي عالم لازم تهدم الاسره. يعني هدم الاسره يهدم الحضاره، ايوه يهدم الدنيا بحالها. هي الاسره هو المجتمع ايه؟ عباره عن مجموعه اسر. اذا تجمعت الاسره تجمع المجتمع، تفككت الاسره تفكك المجتمع. الكلام ده احنا خدناه يعني لما كنا طالع يعني. سبحان الله العظيم. فالاسره هي رقم واحد. يبقى مطلوب منا انا يا زوج، الراجل راجع من شغله متنفس، مطلوب مننا نمتص غضبه على قد ما نقدر. ما عرفش يفك نفسه بره، هيفك نفسه فيا في كلمتين، مش مشكله. مطلوب منه برضه ان هو يتحمل مشاكل في البيت والعيال والعيشه واللي عايشينها، مطلوب منه برضه يتحمل. لكن للاسف احنا في ايام ما عادش حد طايق حاجه، واللي بيدفع الضريبه دي